وداع البريهي شاعر أنيس جدا. بذاك الوقت الناس تتجمع يم الشيخ ويم ابن الأجواد، فيودون علي يقولوا له وداع البريهي تعال يمنا، الوالد تجي تسمع شعر. وداع البريهي حتى لو قاعد له فد مقهى، قاعد له فد مكان، الناس تتجمع من يمه تسمع منه شعر، تسمع منه حكم، وتسمع من أشياء جميلة وطريفة. فأحد مشايخ الأهواز كان صديقه حيل، بحيث أنه هذا الشيخ من يجي وداع البريهي يقوم يتلقاه ويشبقه ويسلم عليه، وحياك الله وداع وتعال اقعد هنا ولا تتعطل علي، وليش تعطلت علي؟ متعود وداع البريهي انه يروح يم هذا الشيخ صاحبه وصديقه وانيسه. فذاك اليوم اجا وداع البريهي لهذا الشيخ، دق الباب، اكو جماعه بالباب قالوا له الشيخ ما يقدر يطلع لك، يمه ضيوف ويمه ناس ويمه شخصيات، فما يقدر يطلع. قالوا ما انا وداع البريهي هذا الزلمه صديقي، شلون ما يطلع لي؟ شنو المتغير؟ قالوا له ما يقدر يطلع لك، روح وتعال بغير وقت. فوداع البريهي انهضم وضاج من هذا الموضوع، هو شاعر. فرجع من وقت لهله، اهله هم استغربوا، وداع ما يرجع من وقت، ايش عنده رجع من وقت؟ فرجع من وقت وداع البريهي، لاقيته زوجته قالت له خيرك اليوم رديت من وقت؟ اليوم شنو الشيخ مسافر، ديوانه فارغ، ماكو ناس، متعودين انه وداع يقعد يسولف للواد بشعر. فقال لها وقال بيت ابو ذي وداع البريهي الله يرحمه، قال لها لا سلم علي الشيخ لا باس، لا سلم علي الشيخ لا باس، ظنا شيه دوم سمال، لا باس اذا تطلب من الزينين، لا باس عطيت المو كريم تخل علي.